خير على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة جاية لكم فيديو جديد، فرش شقتي في إسكان الاجتماعي بأجواء الكريسماس بالمقاسات كده. زي ما انتوا شايفين ده كده الريسبشن متقسم لقطعتين. طول الريسبشن بيبقى 6 متر، والحتة اللي هي عند البلكونة اللي فيها باب البلكونة دي 270. بتكون أصغر من الحيطة اللي هي في وش الباب دي 3 متر 60. أنا حاطة كده عند البلكونة النيش والسفرة، وعاملة كده شجرة الكريسماس وجنبها كرسي الأنتريه وترابيزة كده صغيرة. وفي الحيطة التانية بقى حاطة بقية الأنتريه كده بالجزامة زي ما انتوا شايفين. ده دخلة الباب كده أنا حاطة فيه الأنتريه، عشان لما عملت أنتريه جديد وكده عاملاه عند مصنع العالمين. هسيب لكم رقمه في صندوق الوصف. وده كده فوتيه جنب النيش أنا حطاه، ودي كده السفرة. فالحيطة اللي هي فيها البلكونة دي مساحتها 270، والحيطة اللي هي في الباب دي بتبقى أوسع، دي 3 متر 60. وطول الريسبشن 6 متر، طول الريسبشن 6 متر. ده كده من زاوية تانية زي ما انتوا شايفين كده. وده باب الشقة، ده كده الأنتريه حاطاه في دخلة باب الشقة زي ما انتوا شايفين. الطرقة بتاعتنا بقى بتبقى مساحتها 6 متر في عرض متر. ده المطبخ بتاعي في شقة الإسكان الاجتماعي. أنا حاطة فيه كل الأجهزة بتاعتي، وفتحته أمريكان على الطرقة مش على الريسبشن. المطبخ مساحته 3 متر، مساحته 2.5 متر في 1.60 متر. المطبخ مساحته 290 في 210 متر، 290 في 210. متنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس للكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. وشايل عندي زي ما انتوا شايفين التلاجة والغسالة والبوتاجاز والميكروويف وغسالة الأطباق. دي بقى غرفة الأطفال الأولى أنا مصورة معاكم. واخدة سرير 1.20 متر، واخدة دولاب وكومود، وفي مساحة في النص للسجادة، واخدة مكتب صغير. الأوضة دي يا جماعة هي والأوضة التانية 3 متر 30 في 3 متر. الأوضتين الأطفال مساحتهم واحدة 3 متر 30 في 3 متر. وهسيب لكم المقاسات برضو في صندوق الوصف. هنا الأوضة بتاعتي شايلالي دولاب برضو مساحته حلوة، وشايلالي سرير 1.20 متر، وجنبيه كومود وفي مساحة برضو. وفي الناحية التانية أنا حاطة كده حاطة تلفزيون هتشوفوه دلوقتي. وده كده السرير. دي كده الغرفة من زاوية تانية، حاطة فيها لو هتفرشي الغرفة التانية هتفرشي فيها، لو عايزين تفرشوا هتفرشوا سرير 1 متر و1 متر. السرير هيكون متر، يبقى تقضي سريرين. وما نعملش حاجات كتيرة في الغرفة عشان الغرف مش كبيرة. مساحتها 3 متر 30 في 3 متر. ودي كده الاتجاه التاني حاطة فيه كده تلفزيون، وحاطة كومود كده بلاستيك. فالغرفة دي يا جماعة هي بتشيل كده. دي بقى غرفة النوم، دي الغرفة الأكبر مساحتها 3 متر 65 في 3 متر. أنا منظماها كده، حاطة الدولاب في الوش، وحاطة السرير في ظهر أوضة الأطفال بالاتنين كومود. لما نيجي نشتري غرفة يا جماعة، لو احنا بقى ما عندناش أو هنجدد، مساحة السرير تبقى 1 متر 50. بلاش المساحات الكبيرة، عشان لو جبنا مساحات كبيرة بتأثر في مساحة الأوضة بقى، وبنضطر إن احنا نلزق السرير بقى في الحيطة وكده. وهي الغرف مش كبيرة، دي أكبر أوضة 3 متر 65 في 3 متر. دي الغرفة الكبيرة بتاعة شقة الإسكان الاجتماعي. لكن الغرفتين التانيين 3 متر و30 في 3 متر. دي كده الغرفة شايلة معايا غرفة نوم كاملة علشان الدولاب جرار. ولو انت بقى هتجددي او عروسة مثلا وهتفرشي شقتك، تجيب الدولاب يبقى جرار ومساحته مش كبيرة، والسرير يبقى 1 متر 50 علشان ما يضايقش المساحة بتاعة الغرفة بتاعتك. لان المساحة بين الدولاب وبين السرير حتة صغيرة جدا. عندك طرقة كده في دخلة الباب وانت داخلة على ايدك اليمين فيها بقى التسريحة، وفيها حتة فاضية كده تفرشي فيها سجادة. والناحية اللي عند الشباك فيها طرقة صغيرة بتفرشي فيها مشاية صغيرة.
فلما نيجي نجيب يا جماعة عفش، لو احنا بقى عروسة وبتجيبي عفش بتجددي بقى شقتك، يبقى السرير 1.50 متر والكومودونات تبقى صغيرة علشان الغرف مساحتها مش كبيرة. ودي كده التسريحة أنا حطاها في يمين الباب في ظهر التويلت زي ما انتوا شايفين كده. فلما نيجي نجيب عفش او نيجي نظبط، عشان شقق الاسكان يا جماعة الغرف فيها صغيرة جدا مساحتها مش كبيرة. ده كده التويلت بتاعنا، انا عملت فيه تعديل كامل، شلت البانيو القدم وحاطة فيه بانيو 1.50 متر. التويلت مساحته 2.5 متر في 1.60 متر. دي المساحة بتاعة الحمام. ده كده انا عملت بانيو 1.50 متر، مساحته برضو كويسة، وحاطة فيه غسالة أطفال صغيرة. أنا ما غيرتش السيراميك بتاعة التويلت، وعملت كده دش، غيرت بقى ال الخلاطات بتاع الحوض والدش وكده، لكن ما غيرتش حاجة في الحمام زي ما هو بس عملت بانيو وظبطت كده السباكة زي ما انتوا شايفين. لكن مكسرتش بقى في سيراميك الارضيات سواء الشقة او التواليت، لكن اللي معاه بقى وعنده امكانية انه يكسر يا جماعة. وانت بتستلمي شقتك في الاسكان الاجتماعي تهتمي بحاجة، اهم حاجة السباكة. ودي كده ضلفة انا حاطة فيها بقى ايه الصابون والمنظفات والاريال والحاجات بتاعتي اللي انا بستخدمها في التويلت والفوط والكلام ده كله. ودي كده القاعدة جنب باب الحمام كده، فعندي مساحة فحطيت فيها الضلفة دي علشان احط فيها بقى الحاجات بتاعتي وكده. فاهم حاجة واحنا بنستلم شقتنا نهتم بالسباكة، نهتم بالسيراميك بتاعنا. وانا سايبه لكم المساحات اهو بالمساحات المظبوطة. باي باي.